نقل الجاني هو الآخر إلى ذات المستشفى في العاصمة صنعاء بعد أن تلقى عدد من الطعنات من والد الطفلة، ويعرض حاليا والد الطفلة جبلة على النيابة بتهمة الشروع في القتل، فيما يطالب أهل الضحية بإخلاء سبيل والد الطفلة وإيقاع أقصى العقوبات بالمتهم الذي أقدم على ارتكاب الجريمة اللا أخلاقية واللا إنسانية. المزيد عن هذه الواقعة نتابع التقرير التالي. ورجعت أنا خاف يفتح الباب وزقني بزنه من وراي حمد وربط لك في بالشرابة ودخلني للغرفة ووجعني. لم تكن تدري جبلة ابنة ال5 سنوات أن ذئبا في هيئة بشر كان يتربص بها، حتى إذا تهيأت له الفرصة انقض على فريسته. هكذا بدا مشهد اغتصاب هذه الطفلة. كفدت الماء قدي خارجي بنتي بتغلق الحمام حكم قدي راوحي صلينا فحمل بقتها من وراها زقمها بفستانها، والبنت صاحت صيحت غورت ما بحت هانك دخلها للغرفة حق مرت أخوه وقام بزل الشرابة وربط لك في بنتي لا ورا راسي واستعمل فيه. وما إن علم والد الطفلة بالخبر حتى ثار لشرفه وابنته الصغيرة، وباشر الجاني بطعنات ألقته طريحا على فراش المرض. رباها أبوها ويلا صح أبوها بطول الصوت ويرقب جنبياته وسهر، يعني توصل للباب دق هالباب وفتح له هبطعام. ويطالب والد وأهل الضحية الجهات المعنية إيقاع أقصى العقوبات جزاء للجاني وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة وعرض الآخرين. أشتي أنا ذحين حلم سجنوا يعني زوجي كيف لنا سجنوا ولا يعني الضرب فينا والنكف علينا. ذحين زوجي في السجن وبنتي هانا مريضة رحمه الله، وذحين يعيدونا كل ثانية يوم ثانية وهو ما بحدنه. كيف لما سجنوا ذحين لو أنت كيف تفعل بغريمك وقد يعني قفل في عرضك هكذا تقتله؟ لا وحدها الغريزة البشرية المعجونة بنوايا شيطانية من تدفع بالناس إلى ارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان. أحمد الكبسي، قناة السعيدة، لبرنامج صدى الأسبوع.